السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عشان باكر عبر قناة ملعب السمندة لكل الجماهير الهلالية. منتشية ومتفائلة، ويعني متوقعة ظهور هلال مختلف في مباراة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جاموس جنوب السودان. الهلال يصل زنجبار ويؤدي حصص تدريبية على مستوى، والصفحة الرسمية تنقل خبر سار لكل الجماهير الهلالية عبر البث الحصري على مجتمع الهلال. حلقة اليوم مليئة بالتفاصيل، حنحاول برضو نملك الجماهير حقيقة عدم بث المباراة الأولى، والكلام ده يمكن بشكل حصري حنفاجئ به الجمهور. أيضا حنتكلم عدم استقبال بعثة فريق الجاموس بزنجبار، برضو حنملك الجماهير الحقيقة كما هي. وأيضا شكوى الهلال ضد اللاعب كسرى اللي هو كان شارك مع فريق جاموس في مباراة أمام الهلال، وكلام حصري من مهيار الطيب، معروف لكل الجماهير الهلالية من هو مهيار الطيب. أيضا حنتكلم عن تشكيلة ريجي كامب لهذه المباراة وتفاصيل كثيرة. قبل ما تخشوا ما تنسوا تعملوا لنا لايك للحلقة دي، اشتركوا في القناة وشيروا المحتوى ده خليه يوصل كله هلالي. طيب قبل ما نخش في حلقة اليوم ما تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وعلى أصحابه الكرام. جماهير الهلال الوفية، خلونا نبدأ بالبشريات الحلوة وإعلان بس هذه المباراة كحصرية على مجتمع الهلال، ما يسمى مجتمع الهلال. زي ما قلت لكم لم تحدد بعد شكل البث، لكن خبر جميل تظهر تفاصيله لاحقا. تحية كبيرة للآلة الإعلامية في نادي الهلال اللي قاعدة تقوم بمجهود كبير عشان تخد جماهير الهلال صوت وصورة في قلب الحدث، وفي النهاية ده ديدن الأندية الكبيرة، والهلال يسير في الطريق الصحيح. الهلال يصل لزنجبار ويؤدي تمارين مكثفة للمباراة المهمة، وريجي كام خياراته عديدة ما شاء الله في هذه المباراة. نتمنى أنه يختار التشكيلة المناسبة. خلونا نبدأ طوال يا جماعة من حيث انتهت المباراة السابقة مع فريق جاموس، واللي انتهت عليه المباراة نتيجة تعادلية. وتحدثنا بعد المباراة عن نجاح ريجي كامبي في هذه المباراة، نتيجة لأنه المباراة الأولى في دوري أبطال إفريقيا عدد كبير من اللاعبين لم يتعرف على إمكانياتهم. بعد الراجل حاول بقدر الإمكان ما تخش فيه أهداف، لعب بوسط ملعب بامتيازات دفاعية خالصة. المباراة يمكن اللي حتكون بكرة نتوقع انه ريجي كامبي حيلعب بنفس التشكيله مع بعض التعديلات في وسط الملعب بحيث يزيد الكثافه الهجوميه. طيب بالنسبه لريجي كامبي في هذه المباراه خلونا نكون صريحين، حيحافظ على نفس التشكيله السابقه بوجود فريد في حراسه المرمى، ارسل لوزوزو في الباك اليسار، ثنائي في الدفاع مصطفى كرشوم، وايضا محمد احمد إيرينج على الباك اليمين، موجود المميز ستيفن إيبولا. وسط الملعب ممكن تحصل فيه تبديلات كثيرة كلها تكهنات وتوقعات، لكن الثابت فيها عبد الرؤوف روفا يكون بوجبا باعتباره اعتمد عليه كل المباريات السابقة رغم أدائه يمكن الظاهر للجماهير إنه فيه تدهور، لكن نحن بنفتكر بأنه رأي المدربين هو الأرجح مهما يعني اختلفنا أو اتفقنا في وجهات النظر. فايا كان اختيارات ريجي كامبي في وسط ملعب الهلال، هم قادرين ان شاء الله على اداء جيد في هذه المباراه. ممكن يكون الحاج ماديكي، بطروس، ممكن يكون يوسف كابوري، كلها خيارات متاحه لريجي كامبي في وسط الملعب. ثلاثي المقدمه الهجوميه لو سالت جمهور الهلال حيجاوب اوريدي، موجود احمد سالم على الجناح الايمن، جان كلود الايسر، راس الحربه النيجيري صنداي. الناس بتتكلم عن الغربال نزل في المباراه السابقه للدخول في الفورمه بتاعت المباريات، والحساسيه يمكن تدريجيا بتزيد عند الغربال في الحاسه وجوده في المقدمه الهجوميه. انا بتوقع برضو اذا فرضنا انه ممكن تحصل تبديلات ممكن نستفيد من الثنائي المميز الغربال بلس صنداي. كيف الطريقه ممكن تختلف تبقى 4-4-2، الناس ممكن تتفق معي او تختلف، لكن فرضا انه الهلال عايز يستفيد من هذا الثنائي ممكن يشارك بصنداي والغربال في المقدمه الهجوميه، لكن الثابت انه 4-4-3. وفي النهايه الراي الاول والاخير ريجي كامبي، نحن مجرد توقعات وتكهنات بنقولها قد تصيب او قد تخيب. طيب حنمشي لمحور ثاني مهم جدا، حنتكلم في الاختيارات اللي تمت اللي اوريدي اتكلمنا عنها قبل شويه. الاستبعاد اللي كان موجود في ممكن مسؤول علاج الطبيعي احمد عابد، ظهرت في منصه الهلال الرسميه في لعيبه حيكونوا موجودين مع احمد عابد بسبب الاصابه، قاسوم فوفانا، مازن سيمبو، وياسر مزمل.
فنيا تم استبعاد إسماعيل حسن، فخري سليمان، علي كوبا، ومازن فضل. إداريا تم استبعاد اللاعب عماد الصيني. الناس حتسألني ليه؟ في الحلقة اللي فاتت أنا سرت الموضوع ده، لكن الآن برضو جمهور الهلال لازم يعرف إنه في مشكلة في بطاقة النقل الدولية للاعب عماد الصيني، عدم وجوده في السيستم كلاعب يتم إعارته مرة ثانية. والكلام ده في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عنه بيان بالعمل صوت وصورة. معانا مهيار الطيب حيتكلم لنا في شكوى الهلال ضد اللاعب كسرى، وأيضا حقيقة اللاعب عماد الصيني. نسمع مع بعض ونرجع نواصل حلقتنا. القصه بتاعت محمد دي بتشغل على اثنين، يعني فيها الشق بتاع انه اول حاجه تسجيله باطل تماما لنادي الجاموس، تسجيله باطل من البدايه اللي هي السنه اللي اللعيبه اللي فاتت دي كلها باطله. الشق ده يا اخوانا بيعتمد على حاجه واحده، انه الليله لو انا عاوز نقاط يمكن ما القى نقاط. ليه؟ لانه هنا في نقطه بتاعت انا هنا ما النقاط انا دايره في عدم اهليه اللاعب ده. الشكوى المفروض تكون كده، وطبعا اظن حياتها بالنسبه لكم واضحه لتقديم الشكوى في عدم اهليه اللاعب اللي هو الكابتنين، في عند الكيك لازم يكونوا واقفين مع بعض ويشك في اللاعب، ويقوم هو بيقدم اعتراض قبل المباراه بتوقيع الكابتنين مع بعض، وخلال 48 ساعه بتقدم الشكوى رسميه وتورد $2000 للاتحاد الافريقي للشكوى. بعد ذاك اللجنه بتنظر في الشكوى حقتك. دي الحاجه الطبيعيه كده، دي في اهليه اللاعب، لكن اهليه مشاركه اللاعب. طيب الان نحن عندنا حاجه، الشغل الاول انه هو مشى بحاجه غلط تماما، ما عنده اي اصلا ITC دولي بينتقل به لنادي الجاموس. لعب هاوي هنا طوال، يفترض في حاله زي دي خد في بال انه مثلا ممكن يكون اتجنس، لو اتجنس اوكي عنده الحق خلاص تمام. استغلوا فرصه بتاعت انه اضافوه في الكشف الافريقي. ليه؟ الكشف الافريقي لما تتم سنه وانت لاعب مع ناديك بيقول لك اخر نادي لك شنو. يعني حس ان احنا عندنا مثلا كولوبالي مثلا في الهلال، كولوبالي لعب سنه كامله مع الهلال، لما تضيفه تاني افريقيا ما بتقول انه جاي من فريق كده، لا بتكتب الهلال. هنا ما بيطلب منك ITC تمام. فهنا ده بيتضاف، فهذا تلاعب على شنو؟ على انه اللاعب ده اصلا قاعد معاهم من قبل سنه. دي الحاجه اللي استفاد منها الجاموس وضاف بها اللاعب في الكشف الافريقي. اعتراض الهلال اذا تم فعلا في عدم اهليه اللاعب، هنا ممكن يكون فيها ريسك شويه انه ما يكون فيها اي حاجه، لكن اذا في تسجيل اللاعب نفسه دي صح تماما، والهلال بياخد فيها يعني حق في الحته دي. طبعا هو في حاجات واضحه طبعا يا اخواننا بالنسبه للاعب اللي بيكون تم سنه في النادي كويس. الشهاده بتكون مؤقته، بتصدر مؤقته بحيث انه لمده عام كامل اذا ما في احتراض شهاده القلب دائما تمام. دي الحاله الحاصله لكسرى تقريبا هسه حاليا. انا بالضبط تاريخ توقيعه معاهم تم سنه ما تم ما متاكد، لكن اذا تم عام هو شهادته الان بقت دائمه مع النادي الجاموس. دي الشق بتاع شنو حته الاهليه بعدين تفسره. اما بالنسبه لشكوى الهلال في انه هو تسجيله اصلا خطا، بتوقف اللاعب بتوقف اللاعب ما حيقدر يمارس، وممكن الكوره الجايه ما حيقدر يلعب لانه شنو خلاص هبشوا الحته بتاعت اللاعب ذاته تحديدا. فدي الجاموس ذاته ممكن يجيف ما يلعبه، بحيث انه دي ممكن تدين الاتحاد الجنوب السودان ذاته في انه يا اخي كيف تجيب لاعب بدون شهاده دوليه. وفي الايام الجايه حتصهر لكم حاجات زي دي ثاني بالليل هم ذاته نفس الجنوب. فالموضوع ده شكله يعني فيه حته بتاع التلاعب واضح للنقطه بتاعت اللاعب الهاوي اللي بيلعب في جنوب السودان. معلومه صحيحه. عماد بيفرق من كسرى في حاجه، اللي هي انه عماد مشى اعاره من نادي الهلال لنادي مريخ بانتيو. الاتحاد الجنوب السودان لما حاول يطلب الشهاده بعد ما تم التطابق في السيستم بين الناديين، للاسف انه كان خارج فتره التسجيل، حتى مكتوبه
اوت اوف ريجستريشن، فما قدروا يطلبوا الشهاده، وعملوا نفس الحركه بتاعت كسرى للاسف. يعني انه برضو سجلوا اسمه في السيستم ونزلوه كلاعب هاوي. وزمان لو مذكرين كان الشهاده دي لما تقعد 7 ايام والاتحاد ما يشتغل بيك، الشهاده تمشي اوتوماتيك. حسي بقت 3 ايام الشهاده بتجيك اوتوماتيك اذا الاتحاد المعني ما رد عليك ما كده. فللاسف لما عملوا الحاجه دي كهاوي عماد سجل، ولسوء حظه او لحسن حظه انا شايف انه يتكسر او يصاب. بعد ذاك يعني هو جا قعد في مصير ويتعالج وكده، ومدته تحت الاعاره انتهت. لما جه يرجع الزول ماسك السيستم ياسر، اخونا ياسر الجعلي نحييه من هنا يا اخواننا، لقى انه ما في خانه بتاعت اعاده اعاره عندنا خانه زي في النظام. لما ما لقى قام يستغرب، واللاعب اسمه قاعد في الهلال لسه نفس الحركه بتاعت كسرى انه قاعد في المريخ. فاتصل بالناس ده لقى الموضوع ده عامل كده كويس، فحتى قام خاطب الاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي وجهه انه يا اخي الحاجه تجينا من الاتحاد الجنوب السودان، ومن جنوب السودان ذاتها تمشي وين؟ تمشي المنازعات، ومن المنازعات ترجع تاني لمنه للتيم اس يوافقوا لهم انه اوكي، زي حركه بتاعت استثناء يفتحوا لهم عشان يرسلوا الشهاده. ومن حسن اقول لكم الحاجه دي بتدين اتحاد جنوب السودان شديد في الموضوع ده، بتدينه خالص، لانه يعني دي المره الثانيه انا حسي قلت لكم اللي قدام حتعرفوا، لكن انتوا قلتوها هو ده. فما ممكن تكون كل مره بيسجل لاعب كهاوي ولا كمحترف وما تطلب شهاده من الاتحاد حقه، ما بتبقى الحاجه دي. يعني انا حقيقه طلبتها من ياسر انه يا اخي ما ينتظر ويطالب بموضوع، يطالب هو من المنازعات، يتدخلوا هم عشان هم يسالوا، لانه كده اللاعب بيضيع. يعني حتى النادي ذاته ضايع، يعني النادي ذاته معتمد على اللاعب وداير يلعب وكده. طيب كلنا سمعنا العزيز الجميل المميز جدا مهيار الطيب ماذا قال عن شكوى الهلال ضد اللاعب كسرى، وايضا عن اللاعب عماد الصيني. الان الخبر الحصري لكل جماهير الهلال. تكلمنا في بدايه حلقه اليوم عن اخبار مفرحه وسعيده لجمهور الهلال في بث المباراه، لكن انا قاعد اركز جدا بالمناسبه، نحن ما في حاجه اسمها عشان مثلا فرحانين ببث المباراه وكده، لا، انا بعتبره ده حق من حقوق جمهور الهلال، اي بنشكر عليهم مجلس الاداره، لكن ده حق اصيل. يعني زي اولويات الحياه، الاكل والشرب وكده اساسيات جمهور الهلال، انه يشوف هلاله صوت وصوره. فبالتالي نحن اداب قاعدين نوفر في الاساسيات لجمهور الهلال، لكن برضه بنشكر على مجلس الاداره. في نفس الزمن ده ما بنسينا حقيقه الامر. انا سرت سؤال كبير جدا في منصتي على التيك توك: لماذا لم تبث مباراه الهلال؟ خطيت فرضيه عدم مشاركه ريجي كامبي في المؤتمر الصحفي قد تكون سبب، وعليه نحن اجرينا اتصال مباشر مع بعثه جاموس اللي موجوده الان في زنجبار، المنسق الاعلامي يوحنا. كان معنا في مكالمه هاتفيه قبل دقائق معدوده، قبل بث هذه او قبل تصوير هذه الحلقه. المكالمه مسجله زي ما هي في البث، حنوريكم لها صوت وصوره عشان تعرف حقيقه الامر، لماذا لم تبث هذه المباراه، ولماذا لم يتم استقبال بعثه جاموس في زنجبار. نسمع مع بعض ونرجع نعلق. بخصوص البث اللي حصل في جوبا، انه ما في اي قناه قدم لنا بطريقه رسميه اوفيشال انه عايز يبث المباراه. فانا كنادي مثلا ما بمشي افتش القناه عشان يبث لي النادي الكوره. نعم. كل جماهير جاموس موجودين في جوبا، وهم بيشاهدوا كوره من ذاك الجوبا، فلذلك اداره تنسيق القنوات اللي بينقل الكوره الزمن ده قصير، عشان كده احنا ما مشينا عشان نفتش القناه عشان بينقل الكوره. لكن ما في اي قناه جاء رسمي بشكل رسمي مكتوب انه هو يبث المباراه. اذا عنده كلام لك يجيب الخطاب بتاعه وقدموه وسلموا لهم. يعني المواصله طيب، حتى لو ما كانت رسميه، كانت طيب في تواصل غير رسمي، مثلا مكالمات، رسائل انا كمسؤول اعلامي للجاموس ما في اي قناه جاني وكتبني لازم يبث المباراه حصل. والا بنفس يوم المباراه قبل نص ساعه
قبل النساء في زول جانا انه هو هيساعدنا ينقل المباراه في صفحتنا هند الجاموس وندفع له $500 لكن احنا رفضنا قلنا خلاص تولي. الشخص اللي جاكم هو تبع إدارة نادي الهلال ولا تبع واحدة من القنوات السودانية ولا شنو بالضبط؟ الجانا في النساء المباراه ده جنوب السودان. حاب اعرف الحصل شنو وانتم لما جيتوا زنجبار جيتوا قبل بعثة الهلال، لانه عرفت انه ما كان في استقبال والحاجات دي راجت في الميديا. داير اعرف حقيقة الموضوع ده منك انت مباشر يعني. نعم الماشي في زنجبار ما احنا وصلنا هنا. نعم. تحديد جمال السليم بعد مباراة ملاحد. جمال السليم سواء هنا سافرنا والهلال هم كان يعني سافروا منا اول جوا طلعوا على الساعة 9 صباحا وسافروا. نعم. واحنا جينا سافرنا بعد يوم على طول. قمنا من جوا لساعة 1 من جوا. نعم. وصلنا هنا هو ساعة 4 في التوقيت المحلي. وبعد ما وصلنا في المطار ما لقينا أي زول من الهلال عشان يستقبل الفريق. طيب. ما حصل ولينا فرع واحد موجود. طيب. والشيء الثاني برضه كان في شيء تأخير في المطار. الناس بيقول إنه يدفع مقابل زول واحد $40. طبعا هنا سألنا القروش مشروع قروش تأمين استبينا لما نكون جاي ادفع $40. فقلنا إنه المعلومة دي ما كلمونا من بدري إنه في المطار. لكن المهم $40 دي في المطار قصاد أي شخص يعني؟ في المطار أي شخص في البيت يدفع $40. طيب. احنا قلنا المعلومه دي من بدري ما عندنا الكلام ده مودونا من جوا ما اعرف هذا شنو. طيب. لكن في النهايه اداريين حلوا الموضوع وخلونا نطلع من المطار. اداريين الفرقه بتاعت جاموس. نعم. حاول انه حلوا الموضوع معنا في المطار. طيب. طلعنا من المطار. طيب. فنزلنا في الفندق العاده. طبعا مفترض نعرف نتمرن وين والكلام ده. نعم. مرة ما في زول من الهلال بدانا ودينا سريع عشان نعرف التمرين وين وكده. طيب الفندق اللي نزلتوا فيه اوريدي كان مرتب؟ يعني عندكم معلومه الفندق اللي تنزل؟ من عندكم انتم؟ الفندق احنا اللي حجزنا الفندق من عندنا هنا. طيب اوكي. حجزنا الفندق هكذا والمهم جينا ونزلنا في الفندق. طيب. وزي ما قلت لك التمارين ما نسقوا طريقه قال ما كان عايز ملعب عشان نتمرن فيه. فاحنا بطريقتنا الكاسه عشان اجرنا الملعب الاول مرنا فيه كان نجيله صناعيه. نعم. ودبريه طالع احنا عارفين الكوره هيكون في النجيله الطبيعيه. نعم. كنا مشينا اجرنا الملعب اللي قريب من الاستاد. تعرف الاستاد فيه ملعبين. نعم. ملعبين في الاستاد وفي ملعب المباراه. نعم. فاحنا مشينا اجرنا الملعب الموجود في الاستاد اللي مرنا فيه. نعم. وامبارح كنا عايزين نلعب في نفس الملعبين ده عشان نكون نجيله طبيعي. كوره تكون نجيله طبيعي. نعم. فجينا انه الشركه المسؤوله هنا في الملاعب هنا نحن الزبار كله في ملعبين فقط يا في نجيله طبيعيه. نعم. موجوده في جنب الاستاد في لو امان ستاديوم. فجينا من اداره الملعب انه ما بجر لنا ملعبين واحد من الملعبين. كيف مش شنو الملعبين ده كله محجوزه من قبل فريق الهلال. فما في طريقه لنا احنا مختارين انه نمشي نشوف ملعب ثاني غيره. اهو مشينا واجرنا ملعب اللي فيه زاندون ولا تودون حاجه بالشكل ده. نعم. مشينا اتمرنا في الملعب هو بالنجيله صناعيه ولعبنا فيه التمارين امبارح عادي جدا. وليله برضه واحنا كنا في اجتماعات جديده للمباراه. نعم. حتى الثانيين بيقولوا انه جاموس الليله ما بيلعب برا في الملعب المفترض بيلعب فيه مباراه، ما بيتمرن فيه. انه الاتحاد الزنزباري عمل ايميل للكاف وطلب انه التمارين الرسميه ما حيكون في ملعب المباراه لان هم عندهم كوره امبارح والليله حيكون في كوره بكره امبارح والليله وبكره حيكون في كوره في الملعب. فهم قدموا للكاف انه ما بيلعب ما في ممنوع تبين في ملعب المباراه، يتمرن في ملاعب برا. نعم. الاستاد. نعم. احنا قلنا كيف امبارح الهلال كان بيتمرنوا في نفس الملعب، ايش معنى احنا نعم الملعب؟ لانه من الروح الرياضيه ذاته انا اخلاق انه
انت مرنت في الملعب ده اتليست الجنين اتمرن فيه حتى لو 20 دقيقه. نعم. تتحسن في الملعب. نعم. المهم عشان الملعب ده الليله ده ما في تمرين خالص في الملعب. الحقيقه اللي هم بدينا انه اللعيبه كل يجي يمشي في الملعب بس يحسسوا الملعب بس يشوفوا لكن ما يتمرنوا فيه. يفتح الكشافات وانتم تمشي في الملعب اللي ما بتشوف الملعب لكن ما يتمرنوا فيه. نعم. مين حيكون برا؟ حيكون برا الاستاد. ده الشيء الحاصل هنا في زنزبار يعني. لانه نحن لقينا صفحه في الفيسبوك وانا عرفت من معلومات انك تقريبا صاحب الصفحه دي، المعلومه دي صحيحه ولا خاطئه؟ يعني هي نزلت الخبر بتاع عدم استقبال البعثه ومكتوب فيها عدم رد الجميل وكلام كثير جدا. الصفحه دي عندها علاقه باداره يا نادي جاموس؟ الصفحه ما عنده علاقه باداره جاموس. صفحه خاصه بالاعلاميين في جنوب السودان واحنا من علاقه بالصفحه دي. عندك اي رساله حابب توصلها؟ عندك اي كلام حابب تقوله؟ نعم، الرساله لازم اقول لكل الجماهير وشاركة السودانيه والجنوب السودانيه انه جنوب السودان والسودان دولتين. نعم. يعني شعبين في دوله واحده. اقول في النهايه احنا جايين للكوره والكوره هدف من انه يوحد الشعوب في العالم. هلال جانا في جوبا تمناه وضيفناه بكل ضيافه وكنا نتمنى انه نفس الكيفيه انه يبادر الهلال. للاسف انه ما عارفين انه لماذا لم تحدث هذا. في النهايه نقدر نقول انه احنا في جاموس اولا يوحنا رساله انه الرياضيين دائما احنا يعني كان يكون كل شيء في الرياضه بوقت رياضيه. ده الاهم في الرياضه اللي بتحصل شغلات والكلام الكثير ده شايف ما له هدايه يعني. طيب انا بضم صوتي لصوتك يا يوحنا، وانت كمنسق اعلامي لنادي جاموس لك كل الاحترام ولك كل التقدير. انا يمكن يعني صانع محتوى سوداني وهلالابي كويس، وانا يعني بقول لك نحن فعلا شعبي واحد في بلدين، والكلام ده نحن قلناه لما كان السودان واجه جنوب السودان في بنغازي وغلطنا اتحاد السوداني في عدم استقبال بعثة جنوب السودان. الان من باب الشفافيه برضه بعد ذاك الهلال من حقه انه يبرر الموقف ده او ينفيه او يصحح الخطا. في النهايه انت منسق اعلامي وناطق رسمي بفريق جاموس، لك كل الشكر ولك كل التقدير على اطلالتك عبر ملعب السمندل. نعم شكرا جزيلا واتمنى التوفيق لكل الفريقين ان شاء الله بكره، واللي بيفوز نقول له مبروك واللي بيكسب نقول له هلا ان شاء الله. شكرا لك. النهايه هي كرة القدم. شكرا لك. تسلم كثير. تحياتي لكل شعب جنوب السودان. امين يا رب. ان شاء الله نوصل. الله يسلمك. الله يسلمك. ده دينا وده عهدنا مع جمهور الهلال في انه نحن بنحاول نسلط الضوء على الحاجات الايجابيه، برضو الحاجات السلبيه بنسلط عليها الضوء. ده حديث نادي جاموس جنوب السودان. حديث نادي الهلال نحن للاسف لنا زمن طويل بنتواصل دائما مع جزء كبير من اداره نادي الهلال عشان يدونا معلومات موثوقه، لكن للاسف ما قاعدين صراحه يعني يردوا لنا على الاقل في الحد الادنى عشان نعرف حقائق الامور. الانديه المحترفه دائما بيكون فيها حد موجود، انت لما تتواصل معه مباشره بيديك معلومات فاليد، معلومات سريعه، ما في حاجه اسمها انا كبير على حاجه. لا، انت في النهايه في مؤسسه كبيره بتمثل نادي كبير زي نادي الهلال، مفترض تكون عندك شخص محدد للتواصل وللرد على كل الاستفسارات ونقل الحقائق. احنا بندعم الهلال، لكن جوانب اداريه نحن محتاجين نوضح للجمهور الحقائق، والكلام ده ما بيعجب ناس كثيره، لكن احنا ما قاعدين هنا عشان نعجب الناس صراحه، نحن قاعدين هنا عشان نقول الحقائق ونعبر عن وجهه نظرنا. وفي النهايه في ناس برضو هي دعم لنا ودعم لخطنا اللي احنا ماشيين فيه. في النهايه نحن بندعم مجلس الاداره عشان الناس ما تقول احنا نكسر المجاديف ويختلقوا لنا سيناريوهات من راسهم. في النهايه الكلام ده صوت وصوره جبنا لكم، ما تونسنا يعني، وما قلنا وجهه نظرنا وبس، لا، حاولنا نتواصل ونجتهد. وانا والله اجتهدت في انه اتواصل مع مجلس الاداره، ما محتاجين نطلع السكرين شوتات، لكن على اعلى مستوى. لكن في ما عايز اطلق مسميات ولا عايز اطلق اوصاف على بعض اعضاء مجلس الاداره، لكن في النهايه قدامكم الحاصل يا جماعه. دي كان حلقتنا لكم لهذا اليوم. قبل ما تمشوا ما تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اعملوا لايك للحلقه دي يا شباب، اشتركوا للقناه، وايضا شيروا لنا الحلقه دي، خلوها تصل كل الناس. دمتم ودام الوطن الحبيب السودان. في امان الله.